سوشي السلمون أصله نرويجي مش ياباني زي ما ناس كتير فاكرة. بس إزاي؟ تعالوا نحكي القصة من الأول. من 50 سنة أدركت النرويج مدى أهمية ثروتها السمكية وإنها ممكن تكون جزء أساسي من اقتصادها، وده اللي حصل بالفعل ووصلها إنها تصدر أسماك بقيمة 18 مليار دولار أمريكي، وكل ده وهي مستغلة 0.5% من مساحتها المائية. لكن كل ده ما حصلش بالساهل. النرويج صرفت عشرات الملايين من الدولارات على مدار السنين دي كلها، واستخدمت أحدث التكنولوجيا في زراعة الأسماك، وده اللي شفته بنفسي. هنا أحواض السمك اللي بيقولوا عليها جوه البحر، بيزرعوا فيها مزارع السمك، يعني باختصار بشكل عامل كده. دي الشاشات بتاعت التحكم بتاعت كل حاجه، مبينه عندهم السنسورز، مبينه كل حاجه في الاحواض بتاعت السمك. كاميرات دي متركبه دلوقتي في الاحواض وشايفين كل حاجه بالتفصيل، حتى مواعيد الاكل بيقدروا يتحكموا فيها من هنا ويتحكموا في كل حاجه. وما اكتفيناش بكده ورحت أزور المزارع بنفسي. Are you ready? Yes! وعرفت إن كان قدامهم تحدي كبير جدا محتاجين يتغلبوا عليه، وهو الظروف المناسبة. Does it get very windy, like things are moving completely? Yes, it can be up to 5 meters up and down. Oh. And when you have wind, of course, and cold temperature, then everything is much colder. لكن مع استخدام أساليب جديدة قدروا إنهم يتغلبوا على صعوبات كتير جدا ويكونوا تاني أكبر مصدر للأسماك في العالم. المزارع بتاعة السمك هنا في النرويج كأنك داخل عيادة، فالناس بتاخد بالها من كل حاجة. السمك بياخد فاكسينيشن، يعني بالطعم. كل الحاجات دي كانت نتيجتها إن النرويج تنتج سلمون عالي الجودة خالي من أي سمية. وفي سنة 1980 المركز النرويجي للمأكولات البحرية وعلى رأسهم بيرون إيريك يبدأوا مشروع ضخم تحت اسم بروجكت جابان، اللي كان هدفه إقناع اليابانيين باستعمال السلمون الني بتاعهم في السوشي. وحالياً النرويج بتصدر 1,200,000 طن سنوياً من السلمون لليابان بقيمة 11 مليار دولار أمريكي، يعني تقريباً 60% من صادراتها السمكية. في فلوج النهاردة هنشوف كل حاجة عن السمك في النرويج، وعشان التجربة تكتمل هنجرب نطبخه بنفسنا، فوقوا يفوتكم أي حاجة من فلوج النهاردة. أنا شريف نبيل، رحالة مصري نجوب العالم ونحكي قصص. ما تفوتوش أي حاجة من الفيديو النهاردة، وما تنسوش تدعمونا كالعادة بلايك واشتراك في القناة، واللي ما اشتركش في القناة يلا يا جماعة اشتركوا بسرعة وفعل الجرس وكل الجرس، ويلا بينا نشوف رحلتنا. صباح الخير. وصلنا النرويج امبارح بالليل عشان زي ما قلنا نعمل حاجة واحدة بس، نشوف السلمون ده قصته ايه، حكايته ايه، جاي منين، ايه قصة السلمون وارقامه عاملة ازاي. انا اكتشفت ان ارقام مرعبة بالنسبة للسلمون، سواء مبيعات سواء احجام سواء كل حاجة. النهارده هنتحرك لاول يوم لينا. النهارده بصوا الاجواء عامله ازاي، الجو برد جدا جدا جدا، لسه جاي من دبي، درجه الحراره تقريبا كانت حاجه و30 او 30. النهارده احنا هنا درجه الحراره 1، وجوجل بيقول ان هي يو فيل لايك -1. نتحرك على اول نقطه لينا النهارده في اول يوم لينا في النرويج. الرحله دي هتاخد تقريبا 3 ايام يا جماعه، هتشوف فيها حاجات كتير جدا جدا جدا. اول مكان هنروحه هيشرحوا لنا اكتر عن السمكه عامله ازاي من جوه، شكلها عامل ازاي، تفاصيل كتير. وكمان النهارده كمان هنزور المكتب بتاع الشركه المصدره للسلمون في النرويج كلها. هنروح المكتب بتاعهم في المدينه اللي احنا فيها دلوقتي. اسم المدينه ايه؟ اسمها صعب جدا، فانا عمال احفظه من امبارح، بس هقوله لكم اثناء الفيديو ما تقلقوش. جو -1، درجة الحرارة -1 بره، برد قوي، مطر على خفيف. قصة. وصلنا لأول مكان كله سمك سلمون زي ما انتم شايفين، أجواء عالمية 100%. هناخد معلومات شوية عن السمكة، هي عبارة عن ايه، بتتكون من ايه، الحاجات البيولوجية بتاعتها وهكذا في المكان اللي احنا فيه ده. وبعد كده هنتحرك على المكتب زي ما قلت لكم. متحمس جدا جدا بصراحة ان انا اوريكم ونشوف سوا ايه السلمون ده وايه قصته، وليه النرويج مشهورة قوي بالسلمون، وليه هي اكبر تاني مورد في العالم للسي فود. واعتقد هي برضو اكبر مورد بيقفش فلوس. تعرفين ان هم عاملين وزارة للفيشنج، وزارة للصيد،
والمأكولات البحرية، عاملين وزارة اسمها وزارة الصيد والمأكولات البحرية. لك أن تتخيل حجم السي فود عندهم عامل ازاي، والاكل البحري عامل ازاي اللي بيوردوه للعالم كله. فانا متحمس نتفرج مع بعض سوا كل حاجه. So today I'm the only one working here, but we have 2 other employees in Åfjord. That's 2 hours away, across the fjord, 2 hours. So we can just start by going in. I'm going to show you a video and have a short introduction in our cinema-ish. Yeah, so you can just follow me. عاملين الشو كله ديجيتال زي ما انتم شايفين. واو، كنا احواض سمك. هنا احواض السمك اللي بيقولوا عليها جوه البحر، بيعملوا احواض سمك زي كده فارم بيزرعوا فيها مزارع السمك، يعني باختصار بشكل عامل كده. ان شاء الله هنروح نزورها في تاني يوم او تالت يوم، هنروح نزور المزارع دي. متحمس بصراحة. هنا يشرحوا لنا بقى شوية حاجات بسرعة، هم ازاي بيتحركوا او ازاي بيحصل البروسيس بتاع السلمون من اول ما بيبدأ زي ما قلت لكم لحد ما بينتهي يوصل لك في السوبر ماركت او في المطعم تخش تاكل فيه. فهنتفرج هنا بسرعة وهنروح نشوف الحاجات ده بنفسنا في اماكنها. عرضوا لنا وثائقيات هم بنفسهم عاملينها، بيشرحوا كل حاجة تخص مزارع السمك في النرويج. This period, the salmon is also vaccinated against the most common diseases. After just 1 year in the sea, for the whole community. هنا شوفنا بقى ده ايه، زي ما قلت لكم هنشوف كل السمكة عاملة ازاي من جوه. ده الليفر بتاعها تمام. حاجات بقى كتير. ده بقى التشخيص بتاعها كله. دي تقريبا المرارة دي ولا ايه. وبعد كده هنا بيقطعوا راسها من فوق. بصوا مخ السمكة، القشور بتاعتها، عينيها شكلها عامل ازاي، الفك بتاعها، ودي الخياشيم من ورا، خياشيمها. تمام. برضو في نفس المكان اللي احنا فيه المعمل اهو. دي بقى الستيج الاولانية خالص للبيبي بتاع السمك نفسه، الكريسكوب بتاعها. منظر عامل ازاي. معمل كبير، تفاصيل كتير. متحمس لسه نشوف بقية كل حاجة. خدنا جولة سريعة هنا في السنتر بتاع السلمون، سي سلمون سنتر. خدنا جولة سريعة، اتفرجنا، عرفنا حاجات كتير عن السلمون، عرفنا حاجات كتير عن البحر هنا في النرويج، وهنروح نشوف الكلام ده بنفسنا بقى. ده الجميل في الموضوع. وصلنا شركة نوركاد، ونوركاد دي شركة تحت أمبريلة سي فود في النرويج، وكل أي حد بيصدر سمك من النرويج بيبقى تبع حكومة النرويج في تصدير الأسماك حسب أنواعها. طبعا أشهر حاجة هي السلمون، لكن تاني حاجة بتظهر عندهم والشركة دي جديدة ومستحدثة هي نوركاد. قد هو سمك القد، هو مش موجود عندنا ولا في البحر الأحمر ولا في البحر المتوسط ولا في الخليج العربي، لكن هو محيطي أكتر، وكمان في الشمال موجود بكثرة. فهم عاملين دلوقتي تطور كبير وجديد في اخر سنين. فاحنا دلوقتي جوه الشركه نقعد نسمع منهم بينتجوا قد ايه البلانز بتاعتهم وكل حاجه. عايز اقول لكم ان هم في سنه 2024 عملوا انتاج او صدروا كمان 10,000 طن تقريبا. مش بس كده، الجنريشن زي ما قلت لكم هي جديده ومستحدثه، فهم دلوقتي وصلوا للجنريشن الثامن من اسماك القد اللي موجوده في الفارم، اللي هي مزارع السمك بتاع القد، لانه مختلف تماما عن القد اللي هو موجود في المحيط او موجود في البحر، لان هو سمكه بتعيش في المياه المالحه. فهنقعد نسمع اكتر للناس هنا، شو بيقولوا ايه القصه بتاعت القد نفسه. كل الحاجات دي احنا ما نعرفش عنها كتير، فجايين نسمع من ناس جوه الشركه مسؤولين عن الكلام ده كله. نخش غرف التحكم، نتفرج على الكاميرات اللي موجوده هناك شكلها عامل ازاي وايه اللي بيحصل. كل ده وصلنا المكتب.
invested a lot of money to get where we are today. وصلنا بقى لغرفة التحكم في مزارع الأسماك هنا في مدينة تروندهايم، والأماكن دي احنا هنزورها بالتفصيل. دي الشاشات بتاعت التحكم بتاعت كل حاجة، مبينة عندهم السنسورز، مبينة كل حاجة في الأحواض بتاعت السمك أو الفارم اللي موجود في على حدود المدينة، ومكانها كمان مكانها هنا وهنا. فدي الخريطة، دي الأحواض، بس الصورة دي يعني مش لايف، مش موجودة دلوقتي، لكن دي كل الكاميرات دي متركبة دلوقتي في الأحواض، وشايفين كل حاجة بالتفصيل. حتى مواعيد الأكل بيقدروا يتحكموا فيها من هنا، ويتحكموا في كل حاجة. كل الكاميرات هنا مبينة الأحواض كلها من بره ومن بعيد. ودي غرفة التحكم زي ما انتم شايفين. هنشوف هنا كمان الأحواض من بره شكلها عامل ازاي. هما تقريبا 6 أو 8 أحواض، 8 أحواض موجودين كبار جدا زي ما انتم شايفين. دي الكاميرات متثبته هناك ومبينه كل حاجه. درجه الحراره 10 جوه الميه، ومكان الكاميرا فين، وكل حاجه زي ما انتم شايفين. بس المكان ده احنا هنزوره ان شاء الله، ونروح بنفسنا لحد هناك ونتفرج على الاحواض دي كلها في رحله البحث، وهنشوف كمان سمكه القط وسمك السلمون في النرويج. يلا بينا. جاهز ومستعد. يوم النهارده طويل. صوت رايح شويه، الجو برد قوي، وخدت شويه برد كده خفيف. ربنا يستر. النرويج اول ما وصلنا كانت درجه الحراره -1 اول يوم، كنا متوقعين ان هي تبقى 5 -1. المهم مش هطول عليكم، احنا هنتحرك دلوقتي الصبح بدري على مزارع السمك في النرويج. نشوف الأحواض شكلها عامل ازاي، ونشوف حاجات كتير، وهنزور تقريبا جزيرتين النهارده. فاحنا هنتحرك بسرعة، ناخد حاجتنا، نتحرك بسرعة، ناخد مركب هيوصلنا هناك. لو خدنا أتوبيس هيقعد فترة أطول، المركب تقريبا هياخد من 1.5 لساعتين عشان نوصل لأول مكان هنوصل له. يلا بينا. يلا نتحرك على المينا، ناخد المركب من هناك، نمشي بتاع 10 دقايق ولا حاجه. المدينه كلها صغيره، بس مدينه غايه في الجمال والروعه بصراحه. بالنهار بالليل باي وقت. بصوا الدنيا عامله ازاي. يلا بينا. طالعين على المينا. المينا هي دي، خلاص وصلنا. المينا بتاعتهم شيك قوي بصراحه. بصوا عامله ازاي، غايه في الجمال والروعه. عندهم هنا مباني هنا شبه امستردام قوي. يلا متحمس جدا بصراحه، بس الجو برد قوي. درجه الحراره دلوقتي 0، يعني من 0 ل1 بتلعب في الحته دي. بس مكتوب كده في جوجل يو فيلز لايك -2، فاحنا فيلت لايك -10. المهم خلاص نركب دلوقتي ونتحرك على طول. زي ما قلت لكم المركب المفروض ان هو سريع. وبعد شرح طويل جدا لكل إجراءات السلامة اللي لازم نتبعها وإحنا في المركب، بدأنا نستعد. استعدينا. ربنا يستر، مش قادر اتنفس والله العظيم. لبسنا وجهزنا زي ما انتم شايفين، نازلين خلاص نركب المركب. الأرض بتزحلق شوية، كل الصعوبات موجودة، كل الصعوبات موجودة. ثانك يو لينا. على ايه؟ لينا معذبانا معاها وركبانا بوت الساعة 7 الصبح 6 الصبح، درجة الحرارة 1 ولا -. في ايه بجد؟ ابقى اهزر طبعا، لينا زي العسل. المهم خلاص وصلنا. الناس هي بدأت تركب. اوه سلطان، يو هيفي مان. اوكي. الراجل كان هيطير. اوبا. أنا جاهز. Are you ready? Yay! ودي بقى.
الهواء داخل في دماغي وودني. الوضع صعب جدا 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 بصراحه. الفيو والمنظر حكايه فوق الخيال، فوق الوهم، فوق الوهم. مش عارف سامعني ولا لا. الهواء طبعا رهيب. يا الله يا الله. بصوا بصوا بصوا. اقعد شويه حاسب. اقعدوا يا جماعه. ودي بعد لما مشينا حبة بالمركب أخدنا تعليمات جديدة وفي غاية الأهمية والخطورة. مبدئيا المركب ده ماشي بسرعة 80 كيلو متر في الساعة أو 43 عقدة، ودي سرعة عالية جدا بالنسبة للمراكب. فوق كده المركب مفتوح ومكشوف ودرجة الحرارة تقترب من الزيرو. عشان كده كان من أهم التعليمات إن أي حد حاسس إنه مش مرتاح يرفع إيده اليمين فورا. ورغم المخاطر دي كلها بس بصراحة التجربة كانت ممتعة جدا وكلها أكشن ومنعشة في الجو التلج ده. يلا بينا. The important thing is to stay بسم الله. on that. Thank you. طلعنا حوض السمك اهو، وصلنا اخيرا. واو، بص السمك اهو. I can see. Receiving the fish is approximately from 90 to 120 grams, and we're feeding them up to everything in between 3 to 4.5 kilos. As it gets very, very, very windy, like things are moving completely. Yes, this it can be up to 5 meters up and down. Oh. And when you have wind, of course, and cold temperature, then everything is much colder. الاجواء صعبه، الناس بتعاني من الجو طبعا. بيقولوا ان الجو حلو اليومين دول زي ما انتم شايفين، لكن هو فعلا الجو صعب. ولما كمان بيبقى برد عن كده كمان بيبقى اصعب واصعب، خصوصا لما بيبقى فيه بيتكون معاهم تلج على سطح الميه. طبعا الميه هنا الملوحه بتاعتها عاليه جدا فما بتتجمدش كلها، ما بتتجمدش، لكن السيرفس او الجزء اللي على السطح ممكن يتجمد شويه فيعمل شرايح تلج بسيطه. فهم بيضطروا ان هم يشيلوها من حوالين الحوض بتاع السمك، لان هو معمول من الشبك زي ما انتم شايفين، كله شبك وعمقه تقريبا حاجه و20 متر. احنا بصوا ماشيين فين؟ على الحافه دي كده البحر، مفيش كده اجواء ولا في الكلام. الجو برد قوي، الناس بردانه. خلونا نقول ان 70% من الكره الارضيه من الارض بتاعتنا متغطيه بالبحر والمحيطات، تمام؟ لكن اكلنا 3% منه بس هو اللي بنجيبه من البحر. طيب ده بيعمل ايه بقى؟ ده بيعمل يا جماعه نوع من عدم التنوع في الاكل. معرفش ليه السي فود او ليه الاكل عموما البحري مش موجود بقوه زي بقيه الاكل التاني، زي مثلا النباتات والابقار وغيره وغيره وغيره. ده بصراحه مش معروف. لكن النرويج بتعمل فكرة جميلة وبقالها كتير شغالة في الموضوع ده، بقالها سنين طويلة، وهي مزارع السلمون. وان سمكة السلمون ما تبقاش بس موجودة في البحر، لا دي كمان نقدر نعملها في احواض زي دي كبيرة عملاقة جوه البحر، ويقدروا يتحكموا فيها بكنترول روم زي دي او في المدينة. طب ده بيعمل ايه؟ بيزود الانتاجية بتاعة السمك، رقم واحد. رقم اتنين، المزارع بتاعة السمك هنا في النرويج كأنك داخل عيادة، فالناس بتاخد بالها من كل حاجة. السمك بياخد فاكسينيشن، يعني بالطعم، يعني لك ان تتخيل بيأكلوه ايه، بيطعموه ايه. ما بياخدوش مضاد حيوي، لان في بعض الدول بتدي مضاد حيوي في مزارع الاسماك، لكن هنا لا، مفيش مضادات حيوية عشان احنا بناكل الكلام ده بعد كده. معلومة تانية بقى مهمة، ان النرويج بتستخدم 0.5 من مساحتها البحرية لإنتاج السمك والمزارع. طلعنا غرف التحكم
بتاعت كل حاجه بقى. بس البلاتفورم عامله ازاي؟ It's just too warm upstairs. فيو من بره عامل ازاي؟ حكايه. وصلنا هنا. بص الكاميرات دي كلها بتبص جوه الاحواض اللي قدامنا. احواض اهي كده. هنا بقى دي غرفه التحكم ودي الاحواض اهي زي ما انتم شايفين 8. ادي الاربع احواض هنا والاربعه التانيين هنا. عايز بقى اكلمكم ازاي بيعملوا اصلا الاحواض دي. الاحواض دي كلها بتيجي تتحط في زي قاعده كبيره عليها معموله مخصوص ليها، والقاعده دي بانكرز يعني ليها خطافات كده متثبته في قاع البحر نفسه عشان الحاجات دي ما تتحركش. ليها ستاندرد رهيب طبعا، وعدلوه كذا مره لان في مره البحر كان عالي والدنيا كلها خسروا فيلد كتير. لكن دلوقتي او حاليا الستاندرد بقت عاليه جدا، حتى لو البحر والدنيا عاليه لا بتفضل ثابته في مكانها وموجوده في مكانها. طبعا بقى عندهم حاجات من دي كتير عشان عايزين يراقبوا ايه اللي بيحصل عن قرب ويشوفوا. حوالين الاحواض شبك عشان الطيور ما تنزلش تاكل حاجه من السمك اللي موجود في الاحواض. وطبعا بيحصل بقى بعض الحوادث، مثلا الشبكه تتقطع، جه سمكه مفترسه قطعت الشبكه تاكل كانت سمك من جوه، فده يحصل عمليات بسيطه. لكن هم عندهم غرفه عمليات زي ما قلنا، بيبصوا على الشبك كل 10 ايام، بينزلوا ار او في حاجه كده زي روبوت تنزل تغطس يبص على الشبك كله، يطمن ان كل حاجه في مكانها وسليمه. حاجه كمان لو في قطع ولا حاجه بيكلموا حد في شركات او في شركه مختصه بالغطس، بينزلوا يصلحوا على طول الحاجه على طول في نفس اللحظه في نفس الوقت. ويلكم تو نوروي. اجواء خطيره والله العظيم، متعبه شويه بس اتعلمنا حاجات كتير وشفنا حاجات ما كناش نسمع عنها. الناس دي عندها صناعه كامله احنا ما نعرفش عنها حاجه. الناس دي عندها في البحر مليارات الدولارات استثمارات، وبيدخلوا في السنه ارقام رهيبه. لما نروح المكان اللي احنا رايحينه دلوقتي نتفرج عليه هو المذبح. وصلنا، يلا بينا. هاي خدنا جولة سريعة في المذبح اللي جوه. ده المذبح اللي ورا ده، المبنى ده كله هو شبه مصنع شوية، كله ماشينز وكله ناس شغالة جوه قليلين، يعني العمال قليلة قوي، كله شغال بإيديه. الفكرة كلها ان ممنوع تصوير جوه، هو مفيش حاجة كتير جوه يعني تتحكي، غير ان السمك بيخش على مكان بيذبحوا فيه السمك. مش بيذبحوه لان في سكينه كده بتنزل في مكان تحت رقبه السمك عشان تموتها على طول. بعد كده بتتفرز بقى فرز واثنين وثلاثه عشان نوع السمك والكواليتي بتاعته تبقى في مكانها. الانقى حاجه هي اللي بتتصدر طبعا، وفي حاجات ما بتتصدرش بتفضل موجوده محليا مش بتروح المدن الكبيره، كمان بتبقى حوالين المصنع هنا احنا في اخر الدنيا يعني. بس وبعد كده بتتقطع، تطلع بقى السمكه تتقطع، الراس لوحدها، الديل لوحده. ده كان بيترمي زمان، دلوقتي بيستخدموه في حاجات تانية كتير زي الكوزماتكس وزي النيوتريشن وزي حاجات تانية كتير. وكمان الصينيين واليابانيين والدول بتاعت اسيا بيستوردوها دلوقتي، وبدا يبقى ليها ماركت تاني. طيب بعد كده بيخش على مرحله التقطيع وتقطيع الفيليه نفسه. وكل بلد بيبقى ليها طلبات معينه في تقطيع السمكه. في ناس عايزه السمكه بحالها زي ما هي، زي الناس اللي بتعمل السوشي. الناس بتعمل السوشي دايما تطلب احنا عايزين السمكه زي ما هي، وبيلاقي مواصفات خاصه، نسبه الدهون بتبقى اعلى شويه فيها عشان بتتاكل نيه زي ما هي. وفي دول تانية بتحتاجها فيليه متقطعه ومتشال منها الجلد ومتشال منها كل حاجه وطلع فيليه زي ما هي، زي فرنسا واسبانيا ودول تانية كتير. ده باختصار اللي شفناه جوه. ومن هنا هنرجع نرتاح، لأن بالليل عندنا تجربة مميزة جدا. استنوا هتشوفوها. يلا بينا. المطعم اللي احنا فيه ده مش مطعم عادي، لأنه حائز على ميتشلين ستار، ومفيش غير 1000 مطعم بس
مع النجمة دي. 20 منهم هنا في النرويج. تقريبا دي أرقى تجربة أكل أنا جربتها في حياتي. قبل كل وجبة الشيف كان بيخرج بنفسه يشرحها لنا، وكلنا وجربنا 20 طبق مختلف. المهم بقى هنخوض تجربة جديدة وهي كوكينج كلاس. يعني جايبيننا بقى نجرب ازاي الاكل بيتعمل اصلا. فهنتدرب دلوقتي على الاكل النرويجي هنطبخه ازاي، وده برضو ليه علاقة كبيرة بالسلمون وصناعة السلمون. على فكرة فرق كتير قوي في صناعة السلمون، حاجة واحدة بس، ان هم قالوا يا جماعة احنا نقدر نحط السلمون ده مع السوشي في اليابان. ومن هنا بدأت ان السلمون يخش في السوشي لانه بيتاكل ني. فالمزارع بتاعت السلمون بتبقى فاكسينيتد، السمك نفسه بيتطعم فتقدر تاكله ني، ما فيهوش اي بكتيريا، ما فيهوش اي حاجه، غير السلمون اللي هو عايش في المحيط ده عادي كده. ده فيه مشكله طبعا كبيره، لانه ممكن يكون فيه بكتيريا، ممكن يبقى فيه اي نوع من الانفكشنز، ما تقدرش تاكله ني. فلما النرويجيين وصلوا بالسلمون للنقاء ده، فبداوا يروحوا اليابان يقولوا يا جماعه احنا نقدر نعمل سوشي بالسلمون. فمبيعاتهم زادت كتير جدا في انحاء العالم كله. فاحنا دلوقتي داخلين نجرب وناخد تدريب سريع كده ازاي نطبخ السلمون والسمك. يلا بينا نجرب. النهارده يوم جديد في النرويج وتجربة جديدة تماما، لأننا النهارده هنطبخ سمك السلمون بنفسنا. وصلنا والشيف بدأ شغل على طول. جاب السمكة ونضفها كويس من بره، وبدأ تقطيع بتكنيك مخصوص جدا جدا، بيحتاج تدريب كتير عشان توصل فيه لمستوى الاحتراف ده. ودلوقتي جه دورنا احنا كمان، ربنا يستر. انا جاهز. Like this. Yeah. Like this. This. But it's okay. We have more. Skin. I imagine myself. No faculty on the fish. It's quite intensive in the flavor, so don't just need دي to احلى take واغلى the حته side. في السمكه بتاعت السلمون، اللي هي اللي فوق من الظهر من فوق. اغلى حته واحلى حته في السلمون. حاطين على درجه حراره 187 لمده 6 دقايق السلمون. السلمون هنا اهو بيستوي خلاص. متحمس جدا بصراحه اجربه، متحمس جدا اجرب السلمون. في طريقتين، واحد حاطين عليه ملح تحت وفوق زي ما انتم شفتوا، والطريقه الثانيه بالصوص الصويا صوص وصوص تاني. بدانا نعمل ايه بقى؟ بدانا بالجلد بتاعه، قطعنا قطعه كده في الجلد بتاعه وشربناه في الجلد ودخلناه الفرن. اوه اتس ريدي ناو. افتح بسم الله. اوه هندوق بقى الايه؟ السمكه اللي عملناها دي هندوقها دلوقتي. بسم الله. حته كده. خطيره. خلصنا درس الطبخ، كان غاية في الجمال والروعة. جربنا حاجات كتير، السلمون والقط، وكمان عملنا سوب رائعة شامم ريحتها من دلوقتي. وبكده جولتنا في النرويج في البحث عن السلمون لغاية لما طبخناه وهندوقه ونجربه خلصت. يا رب يكون عجبكم الفيديو، تابعونا كالعادة. نشوفكم تاني في حلقة جديدة كمان من كل مكان في العالم ان شاء الله. هنرجع النرويج تاني بقى تفاصيل اكتر وحاجات اكتر هنتكلم عنها بالتفصيل. شكرا لكم على رأيكم. سلام.